السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير، وان شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. نحب نهني كامل اللي نجحوا في شهادة التعليم المتوسط، ونقول لهم ألف مبروك. إن شاء الله مزيد من النجاحات، وإن شاء الله تنجحوا كذلك في شهادة البكالوريا. ونقول اللي ما نجحوش نقول لهم ما تفقدوش الامل وما تيأسوش، ان شاء الله تعاودوه وتجيبوه وبمعدل مشرف ايضا. وهنا راح نقدم تهانية للي جابوا الشهادة تاع التعليم المتوسط في اهلي واقاربي، ونقول لهم الف مبروك. صافا عموشي ومحمد عموشي وابراهيم، وكذلك بن عليا امير، وولد بنت عمي عثمان، وكذلك ولاد بنات عمتي يحيى ومعاد وسليمان، ونقول لهم ألف مبروك. ربي يفرحهم كامل، وربي يسعدهم، وربي يصلحهم، ويشوفوهم والديهم في المراتب العليا إن شاء الله. لهذا الإنسان كل ما دعا ربي وكل ما تقرب منه أكيد رايح يفرحه. نسأل الله أن يستجيب لدعائنا ويصلح أولادنا ويبعدهم عن كل سوء. والله نتفكر سبحان الله، نهار جبت أنا شهادة التعليم المتوسط، هذاك الوقت ما كاين لا انترنت لا فيسبوك لا حتى حاجة، كانت النتائج تعلق في المتوسطات. كنا نروحوا ونشوفوا أسماءنا على القوائم، كانت يعني فرحة عظيمة جدا. كنا مرات ما نروحوش احنا، يروحوا خاوتنا يجيبونا الخبر، يعني من هذاك الخوف ومن هذاك كنا ما نروحوش احنا، يروحوا خاوتنا. ونفس الشيء في شهادة البكالوريا، لا انترنت لا فيسبوك لا حتى حاجة، كنا نستناو بواحد الشغف اللي يبكي واللي خايف الى اخره. نشفى يجيبونا خاوتنا نتائج، يجوا يجريو مساكن فرحانين وحنايا، يعني واحد الفرحة، يعني الانسان ما يقدرش يتصور هذاك حجم الفرح هذاك. حقيقة ايام لا تنسى، يعني ايام لا تنسى ابدا. نجدد التهاني للناجحين في شهادة البكالوريا، ونقول لهم ألف مبروك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.